عليكم. أنا اسمي جاسم من محافظة كفر الشيخ. سني 18 سنة. مقيم في أمية. في يوم من الأيام كان بيني وبين شاب اسمه مازن إسلام البسيوني. بيني وبينه مشكلة. المهم اتراضينا وكده، بس أبوه ما كانش صافي. أبوه قال لي أنا هحبسك وهعورك وهعمل ده كله عشان هو بيسلك في خناقة وأنا بسلك معاه في نفس الخناقة، مسكنا ببعض احنا. المهم جه في يوم من الأيام، جه امبارح. احنا بقالنا فترة الخناقة دي من أول رمضان، أول يوم رمضان وتاني يوم رمضان، حاجة شبه كده. المهم جه امبارح قال لي تعالى وصلني. امبارح ده اللي هو كان امبارح ده اللي هو كان 13/5/2026. كان 12/5/2026. النهاردة 13/5/2026. المهم أنا رحت بوصله عادي بيته، ورا أبو سامية. ورا أبو سامية على طول، في دار أبو سامية. المهم قال لي تعالى وصلني من ناحية المدينة، أنا اديتش تليفوني وقال لي تعالى وصلني من ناحية المدينة. بهزار عادي، احنا ماشيين عمالين نهزر ونضحك. معايا واحد صاحبي وهو مع واحد صاحبه. المهم ماشيين عمالين نضحك ونهزر، جينا عند المدرستين قبل شارع قهوة عبد الحكم. وقفنا على العمومي. المهم بيقول له صاحبه خد فلوس اهي، تروح هات لي سجاير وخد صاحب جاسر معاك، اخد جاسر. خش عند المدرستين اهو، هنبص على واحد وهنطلع، مش هنطول. المهم قلت له لا يا مازن، انا هروح انا عشان ايه. هات التليفون اروح انا وخلاص. ايده في جيبه ما طلعتش. طول ما انا ماشي معاه ايده في جيبه ما طلعهاش. المهم بقول له لا انا مروح مش عارف ايه، كنت لافف على ايدي اليمين، كنت لافف على نظام رباط ضغط. كانت وجعانة عادي. راح نادش ايدي، شدت ايدي السليمة ومعورة زي ما انتوا شايفين كده اهوت. ماشي. الايد دي فيها كام غرزة؟ فيها 3 غرز. يا ريته كيف بدي. مسكت ايده اللي فيها القطر، طلع قطر من جيبه. المهم بيقول لي وريني التعويرة يا آلة، ومش وريني التعويرة. رحت ناتش منه التليفون وزي ايده اللي فيها القطر بجري. رجلي اتلوت. راح شددني في صدري كده من اول انا اهوت لغاية تحت. كام سنتي دي بقى؟ 40 سنتي. كان فاضل لي انا بالظبط نص سنتي وكنت هموت. خلاص الله يرحمني. نافورة الدم عمالة تطلع من صدري. كده كده انا كان عندي تعب على صدري اصلا، بقالي فترة تعب انا في صدري. الدكاترة بتقول لي كان نص سنتي وانت خلاص فرقت الدنيا. نص سنتي ولا مش عارف سنتي، كنت حاجات بسيطة كنت هتفرق الدنيا عموما يعني. المهم عملنا الإشاعات وجرينا وخيطت. 5 ساعات بخيط. أنا 5 ساعات قاعد بخيط جوه في مستشفى العام اللي في محافظة كفر الشيخ. المهم التقرير الطبي المفروض يطلع أزيد من 21 يوم. التقرير الطبي طالع أقل من 21 يوم. ده أول حاجة. أبو مازن إسلام كده كده كان قايل لي أنا مش هسيبك وخليه يعورك وخليه يعمل ويعمل ويعمل. فضل يغلط فيا، قلت له يا عم إسلام عيب، أنا أبويا ميت وأنا معتبرك زي أبويا وشبشبك يشرف. المهم مكفيش. أبوه تقريبا هو اللي أبوه مدير خزنة مستشفى العام، اسمه إسلام البسيوني. المهم عرفت التقرير الطبي ملوفي. عديتها قلت كده كده ومعوني كده كده يتحبس. نزل امبارح النيابة، محبوس وانا بخيط. نزل. أمين الشرطة كلمته قال لي روح عشان ياخدوا أقوالك وهتروح تاني على طول يعني. قلت له ماشي. رحت عشان ياخدوا أقوالي، قال لا احنا معملناكش استدعاء، روح تاني. قلت ماشي. أنا شايفه قاعد فوق في الاستيفا، في حتة اسمها الاستيفا، أنا مش عارف هي ايه. قاعد فوق في الاستيفا. كلب شوية قاعد في نظام زنزانة كده بس فيها الناس يعني. المهم قاعد. قلت هو كده هياخد له 4 وايه لغاية ما يعملوا التحريات وكده. ياخد له 4 أيام في 4 كده يعني. كشفت يا دوبك روحت بعد ما خلصت بالنيابة. أنا تعبان بقى، غلط عليا أصلا الشمس وكده.
روحت جالي تليفون، مازن طلع لسه محبوس امبارح بالليل. فضل القضية دي شروع في قتل، وتكريتب بتلعب فيه، قلنا ماشي بس كده كده الحكومة جبنا حق. ازاي مازن طلع ومعورني 40 سنتي، ومعورني في دراعي؟ فين العدل؟ انا عشان شاب ابويا ميت، ولا هو عشان ابوه مثلا ما يكون معاه واسطة؟ انا بناشد محافظ كفر الشيخ، يا سعادة الباشا انا عايز حقي. انا شاب نازل راح يقول لهم انا عورته، وانا انا شاب، انا صدري باظ، انا مستقبلي كده باظ، انا فين حقي؟ بعد اذن محافظ كفر الشيخ انا عايز حقي. وانا اسمي جاسر رضا الطاف السيد المهدي. السلام عليكم. وصل صوتك.